كل الناس دلوقتي بتتكلم عن مجال الديجيتال ماركتنج او التسويق بشكل عام، وبتقول ان هو مجال كويس جدا وممكن تقبض منه فلوس كويسه جدا، وده حقيقي. ولكن محدش بيقول لك ايه الغلطات اللي اغلب الناس اللي اتشدت جامد لمجال التسويق دي بتعملها، فبالتالي مش بتقدر انها تكمل في المجال ده. انا النهارده عملت الفيديو ده بناء على احتكاكي مع ناس في ليفلز مختلفه، جونيورز، سينيورز، حتى مانجرز، من الفيدباك بتاعهم، من الفيدباك بتاع الجونيورز والسينيورز، واحتكاكي ببيئه العمل دي او الايكو سيستم ده بشكل كامل. جاي اقول لك النهارده 3 غلطات تجنب ان انت تعملها لو بتبتدي في مجال التسويق عشان ما تحبطش او تحس ان انت بتعمل بروجرس بطيء جدا. اول غلط وده شائع جدا، وهي ان انت تكون بتاع كله. بص، مش غلط ان انت تبدا تكون بتاع كله، بس غلط ان انت تفضل مكمل بتاع كله. بمعنى ايه بتاع كله؟ اللي هو بيعمل اي سي او، بيعمل ميديا باينج، بيعمل سوشيال ميديا. انا في بدايه الكارير بتاعي في الماركتنج كنت شغال في شركه كنت بعمل كل الحاجات دي. اي نعم، الموضوع ده اداني زي تي شيب اكسبيرينس، وده المطلوب، ان هو تكون فاهم المجالات اللي بتحتك بالمجال بتاعك اللي انت هتتخصص فيه، بس ما تفضلش تعمل كل ده في نفس الوقت. يعني صعب ان انت تكون محترف او اكسبرت في ميديا باينج وفي اي سي او وفي السوشيال ميديا وتعرف كل الابديتس بتاعت المجالات دي. فالمطلوب منك في المرحله دي او عشان تتفادى المشكله دي هي ان انت تمام، مفيش مشكله ان انت تبتدي ليتس سي مثلا انت دخلت انترنشيب في شركه ودخلت ديجيتال ماركتنج سبيشالست وبقيت بتحتك بالاي سي او بالسوشيال ميديا وكل الكلام ده، بس ما تفضلش مكمل كده. ما تقعدش تمسك بوزيشنز بعد كده جنراليست، خليك متخصص في حاجه معينه. يعني عايز اقول لكم الشركه اللي انا كنت بدات فيها ديجيتال ماركتنج سبيشالست دي، اللي هو كنت شغال بعمل كل حاجه، لما سبتهم وبقيت متخصص في حاجه واحده، برغم يعني يبان ان الشغل بقى اقل، انا بقيت اعمل حاجه واحده. يعني الشركه اللي انا كنت شغال فيها دي كنت بعمل سوشيال ميديا وكنت بعمل فيديو اديتنج وجرافيك ديزاين. لما سبت بقى الشغل الكتير ده وركزت على حاجه واحده وهي الميديا باينج، بقيت اعمل شغل اقل وباخد فلوس اكتر. فهي دي ميزه التخصص. الخلاصه في البوينت دي ان انت تعمل تي شيب اكسبيرينس، تكون اوير بالاي سي او، تكون عارف تتكلم بتاع الجرافيك ديزاين بتاع السوشيال ميديا، بس ماسك حته معينه. يعني في الكيس بتاعتي مثلا اتخصصت في الميديا باينج او في البرفورمانس ماركتنج، وتجيب اخرها تعرف كل الابديتس اللي فيها وتكون اب تو ديت في التخصص بتاعك ده. طيب لو انت دلوقتي حد جورناليست او مش متخصص في حاجه معينه ومش عارف اصلا تتخصص في ايه، مش عارف تتخصص في الاي سي او ولا في السوشيال ميديا ولا في ايه بالظبط، انا كنت بشوف فكره لذيذه كده اليوتيوبرز بيعملوها، يوتيوبرز، ان هو بيجيب زي تشارت. يعني بيجيب مثلا ليفل 1، ليفل 2، ليفل 3، وبيقعد يرانك حاجات معينه، كتب مثلا او ابلكيشنز او حاجات زي كده. فلو انتوا يعني لسه في ناس محتاره مثلا في الحته بتاعت اختيار التخصص بتاعها في الديجيتال ماركتنج، اللي هو مش عارف تخش في الاي سي او ولا الميديا باينج ولا ايه بالظبط، سيبوا لي كومنت تحت الفيديو ده. انا متحمس بصراحه ان انا اعمل الفكره دي، وهعمل لكم فيديو حاطط فيه التشارت دي، وهقارن بين كل مجال والمجال التاني، وهنحط مثلا زي السالاريز، سهوله ان انت تخش المجال ده، سهوله التعلم بتاعه، ازاي تاخد ابديتس فيه، ازاي تعمل بروجرس. وكل واحد لما يشوف الفيديو ده هيعرف ان هو يقرر بنفسه ايه افضل مجال ليه. فلو انت مهتم سيب لي كومنت كده، اكتب مثلا مقارنه وانا هعمل لكم الفيديو ده. تاني مشكله انت ممكن تقع فيها وانت بتبتدي في مجال التسويق، هي ان انت يعني في ناس كتيره جدا بما ان المجال اتشهر بقت بتدي كورسز في اي حاجه وفي كل حاجه. يعني اي حد دلوقتي مثلا قرأ كتاب في التسويق، ليتس سي مثلا كوتلر يتحدث عن التسويق اللي كل الناس قرأته ده، ممكن يقوم واخد الكلام النظري اللي موجود في الكتاب ده ويبتدي ان هو يعمله كورس او يعمله فيديوز على اليوتيوب، وبالتالي انت تبتدي تشوف النوليدج او الحاجات اللي هو بيشيرها دي وتاخدها فور جرانتد، اللي هو ده الصح. بس بص، هو مش غلط ان الشخص ده بياخد معلومات من الكتب مثلا وبيعرضها عندك في الفيديو، بس المشكله من وجهه نظري ان الشخص اللي بيعمل كده لو هو مش عنده خبره عمليه او مش اشتغلش مثلا، لو هو بيكلمك في الميديا باينج وهو ما اشتغلش ميديا باير يعني تجربه عمليه، ايه اللي هيحصل؟ هو هيكون بيديك الكلام اللي في الكتب. طيب مين اللي مؤلف الكتاب ده؟ هتلاقي واحد مثلا قاعد في امريكا وبيتكلم عن بشكل عام البيزنسز اللي موجوده في امريكا والموظفين او الناس اللي حابه تتعلم المجال اللي موجودين في امريكا، فات ميك سنس ان الموضوع يكون تailored ليهم اكتر. فممكن انت لو جيت تاخد الاستراتيجيز دي من غير الحبكه بتاعت مثلا السوق المصري او طبيعه العمل المصريه، هتلاقي نفسك استكيت او هتلاقي نفسك في جاب ناقصه في النوليدج بتاعتك. فالخلاصه هنا ان انت اي حد تبتدي ان انت تاخد منه كورسز او تاخد منه نوليدج. شفت له بوست حتى على الفيسبوك، انا لو شفت بوست من اي حد مش بقراه غير لو انا عارف الشخص ده وعارف الاكسبيرينس بتاعته، لان في عصر كله اي ممكن تلاقي اي حد راح داخل على الشات جي بي تي وقايل لك مثلا اعمل لي سكريبت فيديو نص ساعه بيشرح اساسيات التسويق، وتلاقيه راح عامل لك فيديو عن حاجه زي كده. فانت ما تاخدش اي نوليدج من اي حد غير لما تفيريفاي المصدر بتاع المعلومه دي، اللي هو تتاكد ان الشخص ده عنده خبره عمليه، انت يعني عارف وشايف مثلا بروجكتس طلع يتكلم عليها، اشتغل في شركات معينه، بيشير كيس ستاديز، حاجات زي كده. فتبتدي ان انت تسمع للشخص ده. فالبوينت هنا ان انت اختار الناس اللي انت بتسمع لهم بعنايه كويسه جدا، لان لو انت بقيت تسمع لاي حد هتبتدي ان في خرافات كتير تنشأ في دماغك هي مش صح، والموضوع هيكون راجع لان انت اديت ودانك للناس الغلط. طيب تالت غلطه او تالت مشكله ممكن تقع فيها وانت بتتعلم مجال التسويق، ودي مش اخر حاجه، في حاجتين جم في دماغي دلوقتي وانا بسجل فيديو هقول لكم عليهم. لو انت جيت تتفرج على كورس مثلا وجاي بتتابع الكورس ده، ويعني لو انت فاتح اللابتوب قدامك وقاعد بتتفرج على الشخص ده وهو بيتكلم وبيشرح لك مثلا
مثلا ازاي تعمل كامبين، ازاي تلانش ادز، ازاي تعمل كذا كذا كذا، هتحس ان الموضوع سهل جدا. ايه ده الموضوع بيس اوف كيك، ده مجرد ما اقفل الفيديو خلاص انا هطير. بس ده مش صح. الصح بقى في الحاجه دي يعني انت طبيعي جدا ان انت تحس ان الموضوع بسيط جدا، بس يعني التجربه اللي انا عملتها لما انا كنت بذاكر او وانا بذاكر اي ماتيريال جديده، ببتدي ان انا مثلا الكورس 10 فيديوهات، فانا بعد كل فيديو ببتدي ان انا اطبق على النولج، يعني باخد نوتس كده، بحط مثلا جنبي كشكول او حاجه زي كده وباخد نوتس، وبعد ما بخلص بقول انا هطبق على كذا وكذا وكذا. مثلا الفيديو بيشرح ازاي تعمل كامبين، ازاي تعمل كاستم اودينس، ازاي تابلود كاستمر ليست، فببتدي بكتب بوينتس كده وما بطبقش والفيديو شغال، لان انت مش هتركز في الشرح، بتاخد بوينتس وبتبتدي تطبق بعد ما الفيديو بيخلص. بس ما تستناش لاخر الكورس، لان انت لو استنيت لاخر الكورس هتلاقي ان انت نسيت ان المعلومات اللي كانت بتتقال او في حاجات مش هتطبق عليها. فافضل استراتيجي انا كنت بعملها ان هو بتيك نوتس، الفيديو هو يخلص بتبتدي ان انت تطبق بايدك. ده هيعمل عندك حاجتين. اول حاجه ان انت هتبني بورتفوليو كويس، لان ليتس سي مثلا انت جرافيك ديزاينر، وانت بتاخد كورس مع حد هيعلمك الكومبوزيشن، هيعلمك ازاي تعمل سوشيال ميديا ديزاين، هيعلمك ازاي تعمل بروشور، فعلى ما تخلص الكورس هتلاقي ان هو انت بقى عندك بورتفوليو اوريدي من قبل اصلا ما تشتغل او تعمل اي حاجه، فدي حاجه كويسه جدا. تاني حاجه الحته بتاعت ان انت لما تيجي تجرب في البدايه تحس ان انت بطه بلدي، يعني مش عارف تعمل الموضوع بشكل كويس، فلما بتفضل تكرر ده اجين بتلاقي السكيل عندك اتطورت، فبالتالي بتلاقي مستواك في السكيل او في الحاجه دي اتحسن، ودي اللي اسمها الاكسبيرينس، اللي هو بقى يعني على نطاق اكبر. مثلا لما انت بتروح شغل وبتبتدي ان انت تطبق الحاجات اللي انت اتعلمتها بشكل كبير ومتكرر كل يوم، فده اللي بيبني الاكسبيرينس. فانت عايز تبتدي تبيلد اكسبيرينس as soon as ان انت بدات تاخد كورس، فعشان كده التطبيق مهم جدا. بص بقى في حاجتين تانيين مهمين. اول حاجه وهي مرتبطه بالنقطه بتاعت ان انت تشوف حد عنده اكسبيرينس هو اللي تذاكر معاه او تسمع له يعني في الكلام اللي هو بيقوله، وهي ان انت بلاش تكون ماشي لوحدك مش اوير بالمجال ماشي ازاي. يعني من الاخر لو انت تعرف مثلا تجيب منتور في الحاجه اللي انت عايز تتعلمها، ليتس سي مثلا انت عايز تتعلم جرافيك ديزاين، عايز تتعلم ميديا باينج، هتشوف منتور وتدفع له فلوس عشان حاجه واحده، هيوفر عليك المشوار. ده حد مثلا انت عايز تكون ميديا باير، اوكي، فانت شخص بقاله 4 سنين في المجال، مليون في المية مر ب 90% من التجارب الصح والغلط اللي انت ممكن تمر بيها. فتخيل انت قمت دافع فلوس للشخص ده وقلت له تعالى انا عايزك تديني منتور شيب، فانت وفرت على نفسك بدل مثلا ما تقعد تتعلم سنه عشان توصل لليفل ادفانسد في المجال، ممكن تقعد 6 شهور بالنولج بتاعت المنتور اللي انت هتجيبه ده وتكون كويس في المجال. بس anyway لو انت بتتابع حد، يعني منتور ده مش لازم يكون حد انت بتدفع له فلوس، ممكن حد انت بتشوفه على اليوتيوب. لو انت مثلا يعني you can't afford مثلا انت تدفع لحد منتور ان هو يديك منتورشيب، ممكن تتابع كام واحد مثلا على اليوتيوب وتتابعهم باستمرار، تشوف الفيديوز اللي بينزلوها، تفعل سبسكرايب، تعمل لايك، وعشان يعني ايه تكون بتنجيج معاهم وعارف الفيديوز اللي هم بيعملوها، فاهم يعني من الاخر بتاكواير المايند سيت بتاعتهم. المايند سيت بتاعتهم مش بالضروره تكون هم بيعيشوا حياتهم ازاي، بس المايند سيت بتاعتهم في الحته اللي انت عايز تتعلمها، ده هيسهل عليك المشوار جدا. حاجه تانية بقى وهي ليها علاقه بان انت تبروجريس بسرعه في الكارير بتاعك، وهي ان انت تتعلم حاجه اسمها ديليجيشن او تفويض. بص انت دلوقتي لما بتبتدي مثلا ميديا باير او جرافيك ديزاينر لسه بيجينر خالص، فانت هتكون بتعمل كل حاجه بايدك. انت بقى نجاحك او ان انت تخش في بوزيشنز اعلى مرتبط بامكانياتك ان انت تعمل ديليجيشن للناس او تفوض التاسكات بتاعتك للناس وتساعدهم انهم يعملوها صح، فبالتالي هم يتعلموا وانت تفضي سبيس او تفضي وقت ان انت تخش في حاجات جديده، فبالتالي انت بتتطور وهم بيتطوروا. في ناس بقى يعني المشكله هنا في ايه، ان الناس مثلا بتستك في حته ان هو لا ده مفيش حد هيعرف يعمل اللي انا بعمله بايدي، مفيش حد هيعرف يركز في الحاجات دي او يطلعها بالشكل المناسب ده. 100% اي حاجه انت بتعملها بشكل كويس، الشخص اللي انت هتعلمه الحاجه دي جديد ممكن يعملها مثلا بنسبه 70% كويس، بس لو انت فضلت تمونيتور معاه وتساعده وعملها مره واثنين وثلاثه ممكن يوصل مثلا ان هو بيعملها بنسبه 90% كويس، فكده انت اديت دورك خلاص. فابتدي سيب الحته دي اللي انت لو فضلت ماسك فيها هتفضل في مكانك، سيبها له وخش في حاجات تانية هتساعدك ان انت يعني تاكوير سكيلز جديده، تخش في بوزيشنز اعلى. ممكن مثلا لو انت ميد ليفل تبتدي ان انت تكون سينيور وتكون بتمانج الجونيور اللي شغال معاك وهكذا، يعني ده هيساعدك ان انت تبروجريس في الكارير بتاعك بشكل اسرع. طيب لو انت حاسس ان انت في غلطه كده انت واقع فيها او مستك في حته معينه بس انت مش عارف اصلا ايه الحته يعني اسمها ايه الغلطه دي او ازاي تطلع منها، انا بقرا كل الكومنتس اللي انتوا بتعملوها على اليوتيوب، فانت ممكن تسيب لي كومنت بالمشكله اللي انت حاسس ان انت مستك فيها حاليا وانا هشوفها، ولو هي حاجه يعني ادفانسد قوي هعمل عليها فيديو، لو هي حاجه بسيطه هرد عليك في الكومنتس. وبشكل عام لو انت عايز تتعلم اكتر عن البرفورمانس ماركتنج او حابب تعرف اكتر الميديا باينج ده، بتاخد فكره عن المجال من الاخر، هسيب لك فيديو هيظهر هنا دلوقتي او هنا، روح اتفرج على الفيديو ده هيفيدك جدا، وفي خلاصه المجال او يعني المجال منقسم لايه بالظبط، بحيث لو هتبدا تذاكره تكون عندك فكره ايه اللي انت المفروض تذاكره. شكرا.